الحقيقه انا لسه راجع من مصر وشفت ناس بيتكلموا عليا يقول لك اصل في احتمال ازمه بيض، ازمه شاي، ازمه سكر، ازمه مش عارف. يا جماعه الكلام ده انا شايف ان هو موجود لان احنا ما بنحاولش نشوف احنا ذات نفسنا الحل الحقيقي للحاجات دي ايه. انت شاب النهارده، فيك صحه، معكش فلوس تتجوز، معكش مش عارف ايه، الحل في ايدك. خلاص 250 جنيه هات لك فرخه من اختيارك، من اختيارك، ويعني كده قضي وقت ظريف مع الفرخه. ايه اللي هيحصل؟ الفرخه هتعمل ايه؟ هتجيب بيض، هتجيب بيض. طب الفرخه جابت بيض وانت لسه فيك صحه، تعمل ايه؟ هات لك فرخه كمان. هتقول لي ما هتجيب بيض برضه، اقول لك لا، ما انت هتاخد البيض ده بقى هتبدله بايه؟ بشاي. هتبدله بشاي، هنرجع تاني بقى نظام المقايضه بتاع زمان. طيب جبت شاي، مش هتاخد الشاي سك، هتعمل ايه؟ هتجيب فرخه ثالثه، هتجيب معاها بيض، هتبدله بايه؟ بسكر. لو فيك صحه تجيب واحده رابعه وتبدل بيضها ببرلبورو اللي شاحح برضه. يبقى انت كده، انا شوف انا خدتك من اول ايه؟ اكل، شاي، وتحبس بسجاره. زي الفل زي الفل. طيب في ناس ليهم اتجاهات اخرى، يعني لا يميلون الى النساء، شاذ. ده ايه؟ انا اديك ديك وربنا يهديك وتكمل مع الديك، وتكمل مع الديك، لان الديك، ما احنا الحل ده احنا كده ايه؟ ما هو في ديوك قاعده فاضيه، فدي اهو عندنا حل تاني ليها اهو. طيب دلوقتي في بقى ناس هتقول لك اصل في حقوق الحيوان ومش عارفه ايه، وهل ده غلط؟ لا، احنا الطريقه دي احنا بنطبق نظريه حقوق المراه، نظريه حقوق الفرخه. ليه؟ لان الفرخه النهارده اكيد هتنبسط جدا من علاقتها مع واحد راجل. اما ترجع تاني لواحد ديك مش هترجع راميه نفسها عليه، هتبقى عندها الاستقلاليه القويه اللي احنا شايفينها بتاعت الفرخه. تاني حاجه الديك بعد اللي حصل فيه في عماره يعقوبيان من الشخصيات، خلاص مش هيجي بقى، لا هيجي مطاطي، ده ما يقدرش حتى يندم في الفجريه، استغفر الله العظيم يا رب، خلاص بعد اللي حصل مستحيل. دي يا جماعه الافكار اللي احنا لازم نحاول نمشي عليها ونفكر فيها بطريقه سليمه عشان خاطر نطلع من الازمات بحلول فرديه. هتقول لي انا ما انا متجوز، ما اقدرش. ده احسن واحسن، انت متجوز خلاص، المدام بتقوم بالدور لحد قميص النوم والكلام ده كله، وبعدين هوب تطفي النوم تلاقي نفسك في الفرخه. طب مش متجوز وبرضه مش مقبل على الفرخه، موبايلك وشغل حاجه نتفليكس كده، وبعد كده هوب في اخر لحظه شيل التليفون وحط الفرخه، مش معقوله يا جماعه. انا حاسس انا في الاخر يعني هعمل ايه اكتر من كده؟ انا بقول لك ب 250 جنيه كل حاجه لحد ما تحبس بالسيجاره. ما تضيعش وقت بقى وتقول لي مش عارفه ايه. لا، الحل في ايدك.